وذلك الله في القرآن في أكثر من 1300 آية الله جل وعلا يدعونا إلى التفكر والنظر في خلق الله. أكثر من 1300 آية يدعونا للتفكر والنظر والتأمل في هذا الكون وفي هذه الحياة. وذلك كم وردت في القرآن: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات كثيرة. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخذكم في رحلة بسيطة بعقولكم ثم نرجع مباشرة إلى هذا المسجد. العقول أخذكم في رحلة أنا أستأذنكم فيها، رحلة نأخذكم أنتم بعقولكم نذهب إلى العرش ونرجع إلى هنا إن شاء الله. إن شاء الله تساعدوني إن شاء الله على أنفسكم. يلا خلونا نمشي، ننطلق الآن من هنا إلى العرش. لو أن الآن ركبنا مركبة فضائية وبدأنا ننطلق من هذا المسجد، يتخيل كل واحد منكم أنه راكب في هذه المركبة ثم بدأ ينظر إلى هذا المسجد والمركبة ترتفع، كيف سينظر إلى كل واحد منا في هذا المسجد وهو المركبة؟ صغير. يعني أنت الآن كل واحد منا هل يأتي يعني هل نسبته مثلا يعني نسبة وجودك في هذا المكان مثلا يجي 1/100 ممكن 1% ممكن أقل أقل من 1%. طيب هو الآن لو طلعت المركبة وبدأ ينظر إلى هذا المسجد واحد، يعني خلينا نقول كذا نبالغ ونقول إن كل واحد منا صار 1/1% من هذا المسجد. طيب لو ارتفعت المركبة أكثر وبدأ ينظر إلينا، خلونا نتخيل هذا مكشوف وبدأ ينظر إلى المدينة كاملة وينظر إلينا من خلال هذه المدينة، كيف سيكون حجمنا؟ تخيلوا أكثر، خلونا نطلع وبدأ ينظر إلى هولندا كاملة وينظر إلى حجمنا. يا أخواننا بس نأخذكم في رحلة، خلينا نشوف حجمنا في هالكون بس سريعة كذا، خطوة سريعة ما راح نطيل. طيب بدأ ينظر إلى أوروبا كاملة، ما هو حجمنا بالنسبة لأوروبا؟ وبدأ يخرج أكثر وأكثر وبدأ ينظر إلى اليابسة كاملة 7 قارات كاملة، ما هو حجمنا بالنسبة للقارات؟ حجم كل واحد منا، تخيل حجمك أنت، تخيل حجمك أنت، تخيل أنه خرج أكثر وبدأ ينظر إلى الكرة الأرضية، ما هو حجمك بالنسبة للكرة الأرضية؟ حتى حبة رمل كثير علينا والله، كثير حبة رمل بشيء. أطلع أكثر وأكثر. أن يا إخوان اختفينا أصلا من يوم صار ينظر المدينة لاهاي كاملة وأن قد اختفينا من الصورة أصلا، صح ولا لا؟ بس خلونا نخرج أكثر وأكثر وبدأ ينظر إلى الأرض. طبعا الأرض تعرفون هي واحدة من 9 كواكب تسمى بالمجموعة الشمسية، صح؟ المجموعة الشمسية. وتعرفون الزهرة وعطارد وزحل ومشتري ومريخ. طيب المشتري أكبر من الأرض بكم؟ المشتري أكبر من الأرض بكم؟ ب1300 مرة. المشتري أكبر من الأرض ب1300 مرة، هذا المشتري. طيب الشمس أكبر من الأرض بكم؟
الشمس أكبر من الأرض بكم؟ لا، مليون. الشمس أكبر من الأرض مليون مرة. الشمس أكبر من الأرض مليون مرة. تخيلوا هذا الآن المركبة بدأت تنظر للمجموعة الشمسية. طيب المجموعة الشمسية ضمن مجرة ما اسمها؟ مجرة إيه؟ في هنا ما يقول ها؟ مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة كم فيها من مجموعة شمسية؟ كم مجموعة فيها؟ مليار. يوجد مجرة درب التبانة يوجد فيها مليار مجموعة مثل المجموعة الشمسية. مثل المجموعة الشمسية هذه التي الشمس أكبر من الأرض بكم؟ مليون مرة. ها؟ ومجموعة الشمسية بالنسبة للمجموعات الأخرى تعتبر مجموعة متوسطة الحجم. ليست كبيرة. مجرة درب التبانة هذه جاءوا يريدون أن يقيسوا القطر مجرة درب التبانة. يعني لو أطلق يعني يريدون يشوفون المسافة من يعني لو هي على شكل بيضاوي يريدون يقيسون المسافة من هنا إلى هنا. مسافة من هنا إلى هنا. طبعا تعرفون ما يقيسون بالكيلو في السماوات في الفضاء في الفلك. يقيسون بماذا؟ السنة الضوئية. ما هي السنة الضوئية؟ ها؟ طب كم يقطع الضوء في الثانية؟ خلونا نبدأ حبة. كم يقطع الضوء في الثانية؟ 300,000. 300,000 كيلو ولا ميل؟ كيلو. 300,000 كيلو. طبعا مو بدقيقة هي 300,000 كيلو بالضبط، في كسور كذا بس ما يخالف. طيب 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. الضوء يعني كم يروح مثلا بريطانيا ويرجع مرة في الثانية الواحدة. يقطع 300,000 كيلو سرعة الضوء. طيب الضوء سرعته في الدقيقة، طيب في الشهر، في اليوم، طيب في الأسبوع. العقول توقفت. ها؟ إيه توقف العقول خلاص. طيب في الشهر كم يقطع الضوء؟ طيب كم يقطع الضوء في السنة؟ هذا ما يسمى بالسنة الضوئية. مقدار ما يقطعه الضوء في سنة. وجدوا أنه لو أطلقوا ضوء هنا من هنا مجرد درب التبانة، لو أطلقوا ضوء من هنا عشان يوصل إلى هنا يحتاج إلى 90,000 سنة ضوئية. 90,000 سنة ضوئية من هنا إلى هنا بس. مجرة درب التبانة هذه تعتبر أيضا مجرة يسمونها متوسطة الحجم. العلم الحديث اكتشف إلى الآن هذه مجرة درب التبانة كم فيها مجموعة؟ قلنا مجموعة شمسية كم فيها؟ كم مجموعة فيها مليار. مليار مجموعة. مجرة درب التبانة متوسطة الحجم. اكتشف العلم الحديث إلى الآن أكثر من 100 مليار مجرة. واحدة منها مجرة درب التبانة. ثم السماوات. طب خلونا من كلام محي الفلك، خلونا نروح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين السماء الدنيا والأرض، ما بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 عام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وما بين السماء السابعة وبين الماء مسيرة 500 عام. وما بين السماء السابعة وبين الماء وبين الكرسي مسيرة 500 عام. وما بين الكرسي وبين العرش مسيرة 500 عام. ثم الله مستوى على عرشه جل وعلا. ها؟ طيب السماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع اللي واحدة منها اللي هي المجموعة إيش؟ واحدة منها اللي هي السماء الدنيا تحتها هالمجرات كلها. هذه السماوات فيها ملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. واحد من هؤلاء الملائكة تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من هؤلاء الملائكة تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 700 عام. من هنا إلى هنا بس 700 سنة. خلونا نتخيل واحد من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام مشى من هنا، وين وصل الحين؟ واحد من أيام الرسول، تخيلوا واحد مشى من إذن الملك
من هنا من أيام الرسول. كم بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 1400 سنة وزيادة. إذن لو حسبنا 700 عليها 700 شوي، يعني لهنا بس. يعني لو واحد ماشي من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل الآن من الملك إلا إلى هنا، كم يحتاج إلى أن يصل لرجله؟ هذا واحد من الملائكة. في السماوات تعرفون ما يسمى بالبيت المعمور. البيت المعمور الذي قال الله في سورة الطور والبيت المعمور، هذا فوق الكعبة مباشرة، فوق الكعبة مباشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. واحد من هنا إلى هنا 700 سنة، واحد من هنا إلى هنا 700 سنة. طيب كل يوم البيت المعمور يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. هذه السماوات السبع. هذا شيء من الأشياء التي توجد في السماوات السبع. طب السماوات السبع بالنسبة للكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا ك7 دراهم ألقيت في ترس. تعرفون الترس حق المعارك اللي يصد السيوف، الدرع هنا، حط فيه 7 هلالات. هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلاة. يعني يا أخوان جيب سلسلة، أي سلسلة معاك، وروح ارميها في الصحراء الكبرى. هذا الكرسي بالنسبة للعرش. يقول ابن القيم رحمه الله: إن كنت عاجزا عن تصور واحد من مخلوقات الله فكيف بالله؟ أنت عاجز الآن، إننا عاجزين، قبل شوي إننا عاجزين نتخيل واحد من الملائكة واحد، فكيف بالله؟ ولا يجوز التفكير في الله. الإنسان إذا فكر في الله يقول مباشرة آمنت بالله ورسوله، ويقطع التفكير، لأنه لن يتخيل. أنت لا ما تخيلت مخلوقات، تبغى تتخيل الله؟ ما يمكن من الحين، منتهي الموضوع. لأن الإنسان إذا أراد أن يتخيل ماذا؟ يتخيل أشياء شافها. أنت الآن تتخيل، يعني لو أردنا أن نقرب الصورة، لو جئنا بإنسان توفي قبل 100 سنة وقلنا له: هل تتصور عقلا أن هناك بناية تبنى طولها 1000 متر، يعني كيلو كامل، كلها من زجاج؟ يتخيل؟ والله ما يمكن. والله لو بلغ عقله ما بلغ. قبل 100 سنة ميت ما يتخيل، عقله ما يتصور. طب نحن في هذا الزمن نتصور أن هناك عمارة تبنى أو بناية تبنى أو برجا يبنى وطوله 1000 كيلو، 1000 متر؟ ممكن؟ طوله كيلو كامل. الآن برج خليفة في دبي كم طوله؟ أكثر من 800 متر. والآن فيه أبراج ستبنى في أكثر من 1000 متر. الآن أعلن عنها أكثر من 1000 متر، يعني أكثر من كيلو، طوله أكثر من كيلو. ونتصور عقلا في هذا الزمن. إذن هذاك اللي قبل 100 سنة لم يتخيل. لماذا؟ لأنه لم يرى. أما نحن تخيلنا لأننا رأينا. الجنة النار لا يمكن نتخيل لما شفنا. إذا ما تخيلنا مخلوقات الله فكيف نتخيل ونتصور الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن. خلونا نرجع بسرعة من العرش إلى هنا. ممكن بسرعة؟ طيب من العرش نذهب إلى العرش اللي هو الصحراء الكبرى. طبعا هذه صور تقريبية. الصحراء الكبرى يوجد فيها سلسلة نبحث عنها، ما هي؟ الكرسي. وإذا وجدنا لك الحب، طبعا أنت شوف التخيل، شوف التحدي، كيف ستجد سلسلة في الصحراء الكبرى. طيب وجدنا الصحراء الكبرى، وجدنا السلسلة نبحث فيها عن السماوات السبع، 7 دراهم ولا لا؟ بعدين نبحث عن السماء الدنيا، بعدين نبحث عن مجرة درب التبانة من بين أكثر من 100 مليار مجرة درب التبانة هذه التي قطرها كم؟ 90,000 سنة ضوئية. ثم وجدنا مجرة درب التبانة بعد جهد وعناء طويل. فلما وجدناها مجرة درب التبانة كم فيها مجموعة؟ مليار مجموعة. نبحث من بين المليار، نبحث عن مجموعة الشمسية. لما نجد المجموعة الشمسية، الشمس أكبر من الأرض بكم؟ بمليون مرة. ثم نبحث عن الأرض، فإذا وجدنا الأرض نبحث عن اليابسة، ثم نبحث عن أوروبا، ثم نبحث في أوروبا عن هولندا، ثم بحثنا في هولندا نبحث في لاهاي، ثم نبحث في لاهاي عن مركز
السنة، ثم نبحث مركز السنة عن المسجد، ثم نبحث عن كل واحد منا الذي لا يساوي ولا 1% على هذا المسجد. هذا حجمك بالنسبة للكون. ولذلك سبحان الله كيف أن الإنسان يتكبر على الله، هذا شيء. كيف أنه يعصي الله، كيف يجرؤ على أنه يعصي الله، هذا سبحان الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بتقصيرنا، ونسأل الله أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يتغمدنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله. فالله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة.